مصر محمد النني لاعب بازل السويسري. مساء الخير يا نني. مساء الخير يا كابتن عبد الرحمن، ازي حضرتك؟ ازيك؟ يعني اولا مبروك البيبي، ده اولا دي اول حاجه والحمد لله على السلامه. طبعا كانت رحله شاقه عليكم وبس الحمد لله، يعني رحله متهيألي جابت همها جدا يعني. والله يا عبد الرحمن بشكرك الاول على المداخله الجميله ديت والله كانت رحله طبعا شكرا جدا يا عبد الرحمن. والله كان السفر بتاع 12 ساعه ولا 13 ساعه طيران، فكان الموضوع كان صعب وكده، بس يعني بصراحه انا بشكر اللعيبه، بشكر الجهاز الفني طبعا. بصراحه رايحين عارفين احنا عاوزين عبد الرحمن بجد، يعني رايحين ان احنا نوصل للمرحله ان هي كاس العالم للتصفيات بتاعتنا يعني. فبصراحه بشكر اللعيبه، كانت يعني سفريه صعبه جدا بس الحمد لله قدرنا ان احنا نرجع باللي احنا عاوزينه يعني. يعني ان المباراه الثانيه انت ما شاركتش فيها، كان انا سمعت ان انت كنت عندك اصابه، يعني حد من اللعيبه قال لي تقريبا كانت رجليك فيها حاجه. والله ده احنا يعني كان انا في السفر وكده قبل ما نروح، واحنا رايحين يعني زيمبابوي الاول. فكنت نايم في الطياره كده، فكنتش نايم كويس يعني. برضه انت عندك مشكله في الطيارات بقى؟ في الطيران انا بالذات لا، بس انا كان جات لي اصابه في رجليا، يعني كانت عندي جهاز في رجليا وكده. كان عندي جهاز جامد وكده. فاول ماتش يعني كنت تعبان بصراحه شويه، حتى انا كلمت مع خالد كده، كلمت مع كابتن ده، قلت له انا تعبان شويه بعد الماتش مش قبل الماتش. قلت له انا كنت تعبان بس يعني ساعات باجي على نفسي يعني طبعا وببقى عاوز اعمل حاجه لمصر بالظبط بصراحه، يعني الواحد نفسه يعمل حاجه كويسه لمصر وكده، بس يعني الحمد لله قد ما قدرت، يعني الواحد عمل اللي عليه طبعا. وقدرنا يا ابو احمد زي ما قلت لك، يعني الحمد لله احنا خدنا 6 بونت من الماتشين، وده اهم مني واهم من اي حد يعني. يعني انتوا عارفين دلوقتي يمكن احنا في التصنيف الثاني خلاص بنسبه يعني 99%، فهنواجه فرقه من انت عارف الفرق الثقيله، انا اكيد انت سمعتهم 100 مره، مش محتاج ان انا اقول لك ان انا لاعب تونس وغانا ومش عارف ايه والفرق دي ونيجيريا وكلام من ده، بس بجد كلمني كلاعيبه، انتوا لما بتقعدوا يعني الفرق دي فرق ثقيله جدا، انتوا بتفكروا ازاي يعني ان ماتش فاصل زي ده انتوا هتتعاملوا معاه ازاي وايه فرصنا فيه؟ يعني خلينا نتكلم مع الناس. خليني اقول لك حاجه يا عبد الرحمن، اللي احنا لما بنقعد مع بعض اصلا يعني حتى اللعيبه الكبار يعني وتريكا وكابتن رفعت وكابتن احمد فتحي بيتكلموا معانا وبيتكلموا كويس في الطريقه اللي احنا ربنا يعني احنا حاسين عبد الرحمن ومصر كلها كده حاسه باللي احنا حاسينه، اللي احنا ربنا عاوزنا نكون في كاس العالم السنه دي. يمكن انت حاسسها اكيد، مصر كلها حاساها بجد، اللي احنا يعني اول مره تحصل في تاريخ مصر اللي احنا نكسب 5 ماتشات ورا بعض في تصفيات كاس العالم. صح. فدي حاجه ما حصلتش قبل كده، ودي حاجه صعب بنشكر على المدير الفني وبنشكر على اللعيبه. فدي حاجه كويسه، ودي حاجه وربنا فعلا يا عبد الرحمن لو انت كنت معانا في السفريه بجد ربنا ساعات واقف جنبنا وقفه كويسه. فبجد يعني ان شاء الله هنوصل يا عبد الرحمن، وده وعد مني ان شاء الله وبوعد مصر كلها هنوصل ان شاء الله كاس العالم، حتى لو لعبنا اجمد فرقه في افريقيا كلها ان شاء الله قادرين هنوصل يا عبد الرحمن كاس العالم ان شاء الله. ان شاء الله. انتوا الدوري السويسري يبدا عشان مالك برضه يا عبد الرحمن يعني. ايه ده؟ عشان ايه؟ عشان مالك ابني كمان. ما هو خلاص انت عارف مالك ده هيفكرنا بفيلم العالمي بقى وبتاع، وياخد هو الرحله دي برضه وكده، بس نكون وصلنا. يلعب يجي معاه كاس العالم يا عبد الرحمن. ممكن هو اللي بالظبط كده ان شاء الله. والله ربنا يكتبها لك باذن الله ويبقى وش حلو عليك ان شاء الله. الدوري السويسري امتى؟ يوم 25/7 تقريبا يبتدي، مش كده؟ هو اول ماتش احنا اول ماتش عندنا يوم 13، بس انا عندنا ماتش يوم 10 مع 13 ايه 7؟ اول ماتش في الدوري السويسري 13/7؟ ايوه انا كنت شايفه على الويب سايت بس. ده ايه ده السرعه دي؟ والله. ويوم 10 عندنا ماتش مع بروسيا دورتموند ودي هو. اوكي. ورايحين ومسافرين ان شاء الله محمد صلاح يوم 1/7 ان شاء الله. يوم 1/7 ماتش يوم 10/7 مع بروسيا دورتموند، ده ممكن بقى تلاقي صلاح بيلعب الناحيه الثانيه ولا حاجه، الله اعلم. لا ان شاء الله معانا عبد الرحمن. ولا معايا شويه. صلاح ايه سايبك في حالك السفريه دي ولا كنتوا ايه بقى الدنيا كانت عامله ايه؟ انا بصراحه عبد الرحمن والله انا فايق عليه شويه في البلاي ستيشن يعني. انا سمعت صحيح ان انت اللي جايب البلاي ستيشن المره دي، فدي مفاجاه بالنسبه لي. بس يعني بس والله فايق عليهم عبد الرحمن قوي، يعني بديله بيستات كتير قوي، وعمر جاب برضه بقطعه يعني بكسب يعني اديته هديه عيد ميلاده على البلاي ستيشن يعني. ايه ده؟ اديته هديه عيد ميلاده على البلاي ستيشن يعني. بصراحه انا حتى قلتها على تويتر، يعني قلت له بعيد عليه في البلاي ستيشن يعني. كذا بيست يعني كتير يا عبد الرحمن. انت عارف كده في البينج بونج هو وبلاي ستيشن انت ممكن يعني ماشي. بس كده خلينا الجري. تمام ان شاء الله باذن الله، يعني موفق السنه الجايه ان شاء الله
تبقى سنه خير عليك. اخيرا النني معلش بقى في حاجه برضو عشان اتكتبت كده ودمها تقيل، قال لك فتح الله والنني ومش عارف ايه وبتاع، في حاجه حصلت مشاده او كده؟ لا والله يا عبد الرحمن، حتى اصلا وانا نازل من الطياره والله لقيت المصحف بيقول لي في حاجه ما بينك انت. قلت له اصلا مفيش اي حاجه، انا انت عارف ان انا فتح الله اصلا يعني مفيش حد من المنتخب بيقدر يتخانق مع بعض اصلا ولا يكذب مع بعض، وانا انت عارف ان انا في المنتخب اصلا ببقى في حالي وبعد بالظبط، ما عشان كده بكلمك الصراحه. لا ما انت عارف ان انا ماليش في الكلام ده اصلا يا عبد الرحمن يعني. وفتح الله برضه شخصيه الحقيقه يعني. لا فتح الله ايوه بقول لك يعني عمري شفته بيتخانق مع حد. انت عارف الناس كبيره وانت عارف فتح الله اصلا هادي كمان يعني ما بيتخانقش مع حد ولا هو هادي ممكن يعني يستلم واحد شويه بتاع، لكن ما يتخانقش. لا ما تخانقش لا. تمام. اشكرك يا نني شكرا جزيلا، وان شاء الله السنه الجايه سنه خير عليك باذن الله في بازل السويسري. ده كان محمد نني لاعب منتخب مصر ولاعب نادي بازل. خلينا نروح لفاصل، وبعد الفاصل الدكتور صالح فرج المرشح لعضويه مجلس اداره النادي الاهلي في ضيفنا هنا في ملعب العاصمه.